ولهذا يجب على العبد أن يكون ناصحا لنفسه، وإذا كان يخلو بنفسه مع هذا الجوال بما فيه من المناظر ويظن أنه في عافية من نظر الناس إليه، فليعلم أن رب العالمين مطلع عليه سبحانه وتعالى، وليتق الله جل وعلا وليحافظ على سلامة قلبه. إذا كنا مر علينا في الحديث النكتة السوداء، بالله عليكم أخبروني كم هي النكت السوداء التي أدخلت هذه الجوالات إلى القلوب؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم النكتة السوداء كلما زادت. كم هي النكت التي دخلت هذه الأجهزة ببرامجها من نكت سوداء على كثير من القلوب؟ بعض الناس ليس فقط نكتة سوداء، بعضهم تحول من الدين، ارتد بسبب الجوالات. فيجب على الإنسان أن يضع لنفسه حاجزا يحول بينه وبين ما فيها من المهالك، ويتق الله سبحانه وتعالى.